يا صباح الخير والسعادة على كل متابعينا الكرام. ريفيو مميز جدا على فندق الوادي. انا موجودة في الوادي، هصور لكم كل حاجة. تعالوا اتفرجوا معايا واعرفوا التفاصيل والاسرار والخصم اللي انا جايباه لكل متابعينا في صيف 2025. المكان اللي انا واخداه بصوا بقى هنا كده. اول ما بندخل ده سويت عشان لو حد عايز ياخده، ده 501. اول ما بندخل كده على طول على ايدنا اليمين في تويلت. طبعا الهيجين هنا ممتاز جدا 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 في فندق الوادي ده. افخم حاجه واحلى سويت ممكن تاخدوه. تمام، ليه بقى؟ هقول لكم المميزات. السويت ده يعتبر فيه مطبخ، يعني انكلودed شامل المطبخ. تقدري تطبخي وتعملي الرز والحاجات بتاعتك، في ميكروويف للتسخين شغال، في كمان الساندويتش ميكر، في كبه للتقطيع. يعني مش واخده شقه مصيفيه اي كلام، لا حاجه ممتازه جدا. كل الحاجات اللي هم بتتزود في الغرفه، شاي، ميه، ده كل يوم بيتزود للغرفه. تمام. بصراحه السويت ده من افضل واحلى الحاجات اللي انا بحب انزل فيها في الوادي انا واسرتي. ده كده شكل المطبخ. هما غرفتين، ادي غرفه ودي الغرفه التانية، بتفصل ما بينهم صالة. طيب الغرفة دي بيخدمها الحمام اللي انتوا شفتوه. خلاص، دي شكل الغرفة. نظافة، فيها شاشة. طبعا التكييف بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، التبريد عالي جدا. نظافة، الهاوس كيبنج والستاف اللي شغال كله ممتاز جدا. هفتح لكم بقى الستارة، ده كده على فيو، احنا في الدور الخامس. خلاص، ده الفيو من هنا. احنا في وسط راس البر. الناس اللي هي بتحب تكون قريبة من الأماكن الخدمية، احنا في وسط راس البر بالظبط عند، نعتبر كده احنا قبل الجامع، شارع 41. شارع 41. خلاص، ده كده الاستاف هنا ممتازين ممتازين، بشكرهم جدا على خدمتهم، وبشكر إدارة الفندق طبعا، فندق الوادي. دي الغرفة الملكية الجميلة اللي عندهم. الشاشة موجودة، التكييف، الفيو برضو هنا جايب البحر. بصوا يا جماعة، انتوا مش هتلحقوا تقعدوا، انتوا هتخرجوا بقى تقعدوا على النيل وتروحوا الجربي. الدولاب طبعا تشطيب، نظافه، مش عايزه اقول لكم بجد بجد الفندق ممتاز قد ايه. دي يعني انا كل سنه بحب انزل عندهم. ده بقى الماستر بيد، ده الحمام التاني اللي بيخدم الغرفه. طبعا السخان مجددين كل حاجه باستمرار. تمام. دي كانت من الحاجات المميزة قوي، الغرفة الملكية دي اللي انا بقول لكم عليها، من احلى وانضف الاماكن اللي انتوا تقدروا تنزلوا فيها طول الفترة اللي انتوا في الاوتيل. بيبقى فيه شاي، نسكافيه، مشروبات، الحاجات دي بتكون فري في الريسبشن. بلس ان هو السعر شامل انكلودد الفطار. في خصم لكل متابعينا 20% لما يجي ويقول كلمة السر انتي ناجحة. احنا ان شاء الله مستنيين كومنتاتكم بعد ايه ما تيجوا فندق الوادي وتكتبوا لي تجربتكم، وهي فعلا تجربة جميلة جدا وهتتبسطوا. مستنياكم في الكومنت. الغرفة الفي اي بي موجودة في فندق الوادي، من اشيك واحلى الفنادق اللي ممكن تقضي فيها اجازتك. لو بتحب راس البر يبقى توكل على الله، تعالى جرب معايا فندق الوادي. عايزة اقول لكم الغرفة ممتازة جدا جدا، يعني جايبه لكم كل التفاصيل بتاعتها. حاجة ممتازة جدا جدا. تقدروا ان انتوا كمان تستغلوا الاوبن كيتشن ده لو عايزين تعملوا اي طهي سريع او عايزين تستخدموها. التكييف مغذي الغرفة كويس. الديكوريشن والتشطيب بتاعها في منتهى الشياكة والجمال. طبعا الاوتيل شغال صيف شتاء، زي ما انتوا عارفين الفندق بتاع الوادي شغال صيف شتاء. وده العنوان، راس البر 11 شارع 41 بورسعيد. والرقم موجود معاكم كمان على الفيديو، ممكن تتابعوا الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. وده ارقام الواي فاي طبعا موجودة. ده فيو على المدينة على طول، ده سيتي فيو، بيسموه سيتي فيو. حاول كده ان احنا نفتح لهم كده الفيو، الناس بتحب تتفرج قبل ما تيجي تحجز. ده غرفة رقم كام؟ 303. 303 على المدينة على طول. طبعا فيو جميل جدا. السعر شامل الفطار الصبح في المطعم، وشامل المشروبات زي ما قلت لكم. وتجربة مميزة جدا في فندق الوادي. الحمد لله بقالنا معاهم دلوقتي داخلين على 4 سنين من التجارب المميزة.
صيف سعيد على كل متابعين قناه انتي ناجحه، واطلبوا خصم انتي ناجحه 20% على الغرفه. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنا الانترانس بتاع الفندق في مكان مميز جدا قريب قوي من السوق الكبير عشان تشتري السمك والجمبري. المدخل فخم جدا، وده تاريخ الفندق من الفنادق المميزه. اكتر ما في الفندق يميزه ان الفندق فيه اسانسير في اخر الطرقه دي، في اسانسير بيطلعنا على الادوار بتاعه الغرف بتاعتنا. شكل اللوبي جميل جدا، وكمان في واي فاي شغال. هنا بقى نزلنا نفطر، والفطار كان مميز ل4 افراد. طبعا السعر في الغرفه كان شامل الفطار زي ما حضراتكم شايفين، والفطار مميز ونضيف جدا بصراحه، والديكوريشن بتاع الاكل بيفتح النفس. لو انت فرد حاجز غرفه سنجل او دبل، او لو حاجزين شقه. بدات افطر واستمتع جدا بالقعده والرقي. الفندق من الفنادق المميزه جدا. وعايزه اقول لكم ده جزء المطعم ده فيه سر بقى عايزه احكي لكم عليه. وكمان طلبت وجبات من الفندق، لان الفندق بيقدم وجبات الغداء والعشاء. لو انتوا حابين تطلبوا من الفندق، في ست منيو فيها شرقي وغربي، وفي كمان اسماك ممكن يجيبوها لكم لغايه الفندق، فمتاح جدا تقديم الوجبات، ودي ميزه مميزه جدا لكم بقى. كمان ده شكل المدخل، حاجه كده فخمه قوي قوي قوي. والاسانسير كانت ماما الله يرحمها بطلعها فيه، لو معاكم حد سنه كبير يقدر يطلع بسهوله للفندق في الاسانسير، او تشيلوه على كرسي او بكرسي متحرك. ودي ميزه مش موجوده في اماكن كتير قوي، لان السلالم بتبقى مزعجه بالنسبه لي في طلوعها. هنا بقى شكل الشارع وروح راس البر اوروبا بقى، عارفين يقولوا على راس البر دي ايه؟ اوروبا المصريه. اللوكيشن بتاعه مميز جدا، الموقع بما انه خطوات من اماكن كتير. نهايه الشارع فندق الوادي زي ما حضراتكم شايفين، ده شكله عشان لو عايزين تحجزوا. نهايه الشارع بتاع الفندق فيه شاطئ هناك اسمه شمس الاصيل. انا قعدت عليه واجرت شمسيه واستمتعت باليوم بتاعي جدا، هدوء وجمال غير طبيعي. السليبرز بتقدم في الفندق النظافه والهيجين كل يوم. عايزه اقول لكم ان انا بجد بستمتع بالمكان. نصيحة بقى، ما تدوروش على فيو في راس البر، لان راس البر صغيرة. تقدروا تنزلوا تقعدوا عند اللسان، او تقدروا تروحوا كمان الجربي بسهولة جدا، او تاخدوا مركبة وتلفوا في المية. في الحقيقة الاسعار غالية جدا على المنطقة اللي هي فيها فيو، لكن انا بشوف ان فندق الوادي مميز لي كل حاجة ومقدمها لي بنظافة، فانا مش محتاجة الفيو، لان الفندق بالنسبة لي اقامة، وبخرج استمتع بكل المدينة، لان البلد صغيرة جدا وتلفها كلها في يوم. هنا بقى كانت الفكرة بالنسبة لي ان انا دايما بدور على مكان نظيف للإقامة أكتر ما هنا بدور على فيو بحر. يعني الفندق ما فيهوش فيو بحر بس فيه مميزات تانية كتير تغنيني.